في هذه اللحظات وصول المنتخب العماني إلى مقر إقامته في فندق البصرة الدولي في شيراتون القديم في كورنيش شط البحر. ايش فيني كل انا اقول شط البحر؟ شط العرب. شط البحر انت. شط العرب. شط العرب. ف اكيد بعد شوي راح ينزلون يدخلون الى ارض الى الفندق ان شاء الله. المنتخب العماني قدم مباريات كبيره. مدرب الحق يستحقون. اركض يا ابو شهاب، اركض لك الخلفيه. المدرب بسرعه قدام بسرعه روح دخل امسكوا مدرب يقول ليش جبنا روحت اسرع يا ابو شهاب اسرع. مدرب لبس 11 عشان ما تصيده. اللاعبين اسماعيل فريق كم وصل؟ هذا المنذر العلوي والجهاز الإداري. هذا أحمد الرواس راح يستقبلهم. معطي الخطة حق المدرب من يومين. هذا السبب. سلمان مقبول البلوشي وإسماعيل العجمي عندهم هناك بعد في استقبال اللاعبين والأبطال. بس وين راحوا هناك؟ قولوا تعالوا هنا. عزيزي تعال شويه، تعال شكم عشان الفريق بس الله يخليك. هوا نجار انت؟ الشرب جوه. ما تمسكش يا ابني. اسمع صوتهم عبد الله. من حقهم اللاعبين انهم يحتفلون لان هم الحين يعني ليله المباراه، بس من بكره اكيد ملف جديد عندهم استعداد للمباراه النهائيه. من حقهم اللعيبه يعني تعبوا ولا صح؟ مبروك يا حلوة. شو اسمك؟ ملك عندك شعر انت حق العراق صح؟ يلا سمعوني. نهرين وحضارة وخارطة وتاريخ، يعني انت العراق شلون ما احبك، مو بس شغلة علم مرفوع، لا والله بس شغلة فخر وغيرة ما تنزل. الله الله الله، مبروك الفوز وشكرا. يا الأسد وين رحت؟ مع لاعبين المنتخب.
هذا مع الناس بنغني. طبعا من حقكم اليوم فايزين، شوف اللي فايز اليوم من حقك، لكن احتفالك اليوم بس. لا شفت المدرب حتى سلم عليه يشكره على الخطه. ها؟ المدرب حضنا على الخطه يشكره. طبعا يستاهل الاسئله يبغى. عصام ايه تقدر تتكلم على، انا اتكلم عن مباراتين مش مباراه واحده. مباراتين. خش في الاولى والثانيه الفريقين اللي تاهلوا. طبعا اول شيء بنقول مليون مبروك للمنتخب العراقي وهارد لك طبعا للمنتخب القطري. مباراه اكيد المباراه دي بتبقى صعبه خالد، لان الماتشات اللي قبل النهائي والنهائي بيبقى فيها كل الناس بتبقى عندها حذر شويه، وزي ما يمكن امبارح المدير الفني العراقي قال لك ان اللي هيبقى اقل الاخطاء هو اللي هيكسب، وده اللي حصل النهارده. لو هتكلم عن المباراه الفنيه، اولا الفنيه بتاعتها كانت هي الا ان كان في تشجيع وحماس الجمهور. حلاوه المباراه الجمهور لما بيشجع 20% زي ما قبل كده او 25% قلنا اللعيبه بتلعب، بس الجمهور بيدي حماس لكل اللعيبه، ودي حاجه انا بشكر الجماهير العراقيه طبعا عليها. واكيد انا لابس اخضر النهارده يا جماعه عشان تبقوا فاهمين، عشان انا عراقي عشان تبقوا فاهمين يعني. ها ركزوا معايا، يعني ركزوا معايا يعني. اهو لابس انا اخضر وفي الاسود كمان من اعلام العراق الابيض، واللقمه نفس الحكايه اخضر، صح يا سيف؟ ما نباك محلات تكلمنا. طيب ماشي اوكي، لما نيجي للمباراه بتاعتك اوكي ما نباك ماشي. لما ما له داعي حتى لا اوكي ارجوك ثلاث الوان. خليها في الان، خليها في الان، بس خليها في مباراه العراق الاول. ثلاث الوان لا تلبسنا. اوكي. بنقول ان اللعيبه النهارده ادت مباراه المنتخبين القطري او العراقي في اخطاء. الاخطاء اللي حصلت النهارده وانا امبارح قلت كده، والمدير الفني قال برضه نفس الحكايه في المؤتمر، اخطاء اللي هيستغل اخطاء الخصم اللي قدامه هو اللي هيكسب. في خطا طبعا حصل في بدايه المباراه طبعا من جلال في حارس مرمى العراق، كلفت الفريق 1-0. ثم مشعل طبعا في الجون الثاني صد طبعا على مستوى رائع وبشكره، بس هو بعد ما صد التصدي ده عمل اللي هي الهدف الثاني، ان هو لعب الكره بسرعه، وبدل ما يلعبها على الجناب او يلعبها لقدام لعبها في نص الملعب اللي هو مدبه ماهوش واخد باله، اتقطعت منه، كلفهم الهدف الثاني. بس كمباراه فنيا هقول مهاش قوي، بس هي كانت حلاوتها التشجيع الجمهور والحماس اللي موجود في الملعب. كان ممكن المنتخب القطري يتعادل وممكن كان يطلع مهزوم اكتر، بس في الاول هي دي كرة القدم، اللي بيستغل اخطاء الخصم هو اللي بيكسب في الاخر. دي المباراة الاولى. المباراة الثانية بقول مبروك للمنتخب العماني، بقول لهم الحمد لله على السلامة، وصلتوا طبعا بالسلامة. ما قضوش طبعا. احنا من بداية البطولة كلها بنتكلم على المنتخب العماني، بنقول هارد لك للبحرين. خالد في حاجة بس مهمة لازم اقول لك عليها. احنا لما بنبقى احنا موجودين هنا، انا ولا عراقي ولا قطري ولا عماني، انا بقول كلمه حق، وبقول لك كلمه حق كأن راجل لعبت كره قدم، مش حته ان انا بشتغل مدرب ودارس كوره، لا انا حارس مرمى، والحمد لله كوره، وعملنا القاب وعملنا انجازات الحمد لله ما فيش حد يمكن يقدر يحققها بعد ربنا سبحانه وتعالى. طبعا هو اللي اعطانا كل حاجه. لما بنتكلم كلنا محللين، بنتكلم للصح، ما فيش انتمائنا لاي حد معين هنا. لما قلنا المنتخب العماني في اول بطوله احنا قلنا رشحناه، الناس ما كانتش بتزعل. لما قلنا المنتخب العماني مرشح لنهائي البطوله ما فيش حد زعل، كله معانا. لما احنا قلنا كلمه حق الناس زعلت. احنا بنقول كلمه حق هنا. المنتخب العماني 3 مباريات ما شفناش منه اي فرصه على في 3 ماتشات اي فرصه على الجول، الا ان كان اهداف اخطاء حراس مرمى، اخطاء من المدافعين، وده اللي حصل. قضى مباراه مع المنتخب العراقي كانت مباراه جماهيريا، ثم المباراه الثانيه مباراه من وجهه نظري المنتخب السعودي معاهم. المباراه الثانيه كانت المنتخب اليمني، و3-3 اللي هو ابراهيم تصدد اللي هو ضربه الجزاء. كانت المباراه ممكن تبقى 3-3، وكان المنتخب العماني مش مكمل المباراه النهائيه. المباراه الثالثه قضوا مباراه برضه نفس الشيء. بس اللي انا عايز اقوله ان هم النهارده لما احنا اتكلمنا الكلام اكيد بيوصل لهم وبيوصل لكل اللعيبه وبيوصل لكل الجماهير. النهارده الشوط الاول كله حماس بس ما فيش كوره، اما الشوط الثاني لا، نقول لهم انتم قضيتوا الشوط الثاني
على اعلى مستوى، كره سريعه، لعبه بتلعب، ده المنتخب العماني اللي احنا متعودين عليه على المسيف، هو ده اللي نقدر نقول عليه. اما اي حد يطلع يقول عصام الحضري او نشأت او نور او جمال بنديهم التحيه، لا بنشكركم، تحيه خلاها ليك انت، انا مش عايز التحيه. احنا بنقول كلمه حق هنا، والكلمه الحق اللي احنا بنقولها انا مش محسوب على اي منتخب، انا محسوب كراجل محلل وراجل فير هنا بس. انا ده اللي بقول. اما اللي يطلع النهارده يقول لك سيف او اي حد يطلع يقول لك لا، انا بقول الصح نقول للمنتخب العماني انتوا وصلتوا كده بالسلامه وقضيتوا شوط تاني على اعلى مستوى، عشان كده انتوا في المباراه النهائيه لو قضيتوا الشوط الثاني بنفس الشوط الاول كنت اقول لكم انتوا ما انتوش موجودين في البطوله. ده بس حبيت اوصل المعلومه ان انا راجل بقول كلمه حق، انا مش محسوب على حد ولا ليا دعوه باي حد ولا ليا دعوه باي منتخب، انا بقول كلمه حق هنا وبقولها. انتوا النهارده قضيتوا الشوط الثاني وده احسن شوط لكم في الاربع ماتشات. بس على اساس توضيح، ترى هو يمزح معاك لا اكثر ولا اقل. لا مش سيف في من شويه في اللقاءات. بس اسمعني لا مش سيف والله، لا مش سيف انا عارف ان هو لا تتحسس، هو في النهايه يعني لا مش سيف، ما انا قلت مش سيف. واحنا في اول واحنا قاعدين قبل ما نبدا كانت التعليقات جايبين لقاءات الجمهور تقرير. بس اما يا شباب بقول لكم شغله، هو المعني بمنتخب عمان في مجلس قناه الكاس هو سيف واحمد الرواس. اما الباقي كل واحد ترى يا جماعه يقول رايه، من حقه انه يقول رايه، يعني ما يصير انت تحكم علي ان انا اقول الشيء اللي انت تحبه. وكل واحد يشوف، يعني مثلا الشباب هني ممكن ياخذها بتعاطف او والله ياخذها برؤيه فنيه، ومن حقه في النهايه هو يشوف مباريات ويبني عليها لا اكثر ولا اقل. فارجونا بس يعني لا تضايقون عصام يا جماعه الخير، انا مبسوط. لا جاسم، واحنا ترى يعني بالمناسبه احنا اكثر يعني اذا عراقيين او عمانيين اكثر ناس ننتقد الفريق، ما فيها شيء. يعني هم حتى الشباب يعني اذا سيف وذا كان الرواس كانوا ينتقدون المنتخب العماني وطريقه اللعب. النقد هذا اللي صار انا وياك كلام على انه قلل المنتخب العماني، مش على النقد الفني انك تقول هذا يفوز. يوم تكلمنا انا وياه بس هو ما انتبه، قارن المنتخب، يفكر انا بقارن منتخب عمان مصر. تذكر هذيك الليله هم زعلوا على هذا، بس زعلوا منه على هذا وزعلوا مني لان انا قلت المنتخب بس على هذا مش يفوز ما يفوز. في شغله بالمختصر مفيد، هو رايي صواب يحتمل الخطا وراي غيري خطا يحتمل الصواب. هذه يعني حطوها دائما في بالكم. الزبده باختصار، انت قول رايك وانا بقول رايي، لكن خلوا الاحترام بيننا، هذا هو الاساس. المهم العراقيين فازوا، لكن هناك كميه مشاعر، كميه